إذا السلام عليكم في فيديو جديد من فيديوهات مدرسة، دائما في إطار درس الدول الأسية. هذه المرة نقترح عليكم بضعة تمارين في حساب نهايات ديال هاد الدول هذه. إذا التصميم ديال هاد السلسلة التمارين هي كالتالي. هنشوفوا نهاية أولى اللي هي الكسر EX على حدودية لما x كتقول زائد ما لا نهايه. هنشوفوا من بعد اكسبونونسيال x في ln ديال 1 زائد اكسبونونسيال موان x لما x كتقول زائد ما لا نهايه مره اخرى. ونشوفوا نهايات لما x كتقول لصفر زائد. نبداو بالسؤال الاول، كنطلب منكم تحاولوا تجاوبوا عليه بوحديتكم ومن بعد نشوفوا الجواب جميعا. اذا الان نحاول نحسب النهايه الاولى ديالي. هذه النهايه كتكتب على شكل اكسبونونسيال x على داله حدوديه في المقام. بطبيعه الحال الى راقبتوا مزيان، الى لاحظتوا مزيان، كنلاحظوا بان هذه النهايه كتشبه شيئا ما النهايه كنعرفوها اللي شفناها في الدرس ديالنا، اللي هي الليميت لما x كتقول زائد ما لا نهايه ديال اكسبونونسيال x على x اس n بالنسبه ل n كتنتمي الى n نجمه. شفنا جميعا بان هذه النهايه هذه كتساوي زائد ما لا نهايه. إذا شنو نحاول ندير؟ نحاول نقرب هذه النهاية اللي عندي هنايا للصيغة اللي كنعرفها واللي شفناها في الدرس. أنا عاود نكتب لدينا ليميت لما x كتقول زائد ما لا نهاية ديال الدالة الأسية اكسبونونسيال x على x مربع زائد x زائد واحد، اش كتساوي؟ هي الليميت ديال اكسبونونسيال x على المقام كنحاول نعملو بx مربع. شنو يظهر ليا؟ واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس مربع. اش كتلاحظوا دابا؟ اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن بطبيعة الحال لما إكس كتقول زائد ما لا نهاية كنلاحظوا بأن الطرف هذا اللي بين قوسين يؤول لواحد. داكوغ؟ بينما عندي اكسبونونسيال إكس سور إكس أو كاري كنعرف بأن هذا الطرف هذا حتى هو كيقول زائد ما لا نهاية. إذن غنكتب النهاية ديالي ليميت لما إكس كتقول زائد ما لا نهاية ديال اكسبونونسيال إكس على إكس مربع في واحد على واحد زائد واحد على إكس زائد واحد على إكس مربع. عندي طرف الطرف هذا كيقول لواحد وهذا الطرف يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن النهاية تقلب عليها هي زائد ما لا نهاية، وبذلك تنكون جاوبت على السؤال الأول. نمر الآن للسؤال الثاني. أول حاجة كنديرها كنحاول نعوض القيمة ديال زائد ما لا نهاية في الصيغة اللي عندي. كنلاحظ بأن عندي هنا زائد ما لا نهاية في ln ديال واحد زائد اكسبونونسيال ديال ناقص ما لا نهاية هي زيرو، يعني زائد ما لا نهاية في زيرو اللي هو شكل بطبيعة الحال غير محدد. كنحاول إذن نطبق التقنيات ديال الدرس ديال نهايات الدول الأسية والنهايات الدول اللوغاريتمية. دونك اش كنلاحظ في هذا المثال؟ كنلاحظ ان عندي ln ديال واحد زائد نسمي هذا ليليمون هذا غرونت اكس، بحيث غرونت اكس كيقول في الزيرو، كيقول لزيرو ياكم. كنتذكر بان في الدرس ديال ln شفنا ان الليميت لما اكس كتقول للصفر ديال ln ديال واحد زائد اكس على اكس اش كتساوي؟ كتساوي واحد. طبيعة الحال طبيعة الحال الخاصية شفناها في الدرس ديال الدول اللوغاريتمية. داكوغ؟ إذا نحاول نطبق هذه الخاصية في المثال اللي كتشوفوه أمامكم. دونك اش عندي؟ ليميت لما إكس كتقول زائد ما لا نهاية ديال اكسبونونسيال إكس في ln ديال واحد زائد اكسبونونسيال موان إكس. اش كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن اكسبونونسيال إكس ما هو غير واحد على اكسبونونسيال موان إكس. إذا تنكتب ليميت ديالاش واحد على اكسبونونسيال ناقص إكس في ln ديال واحد زائد اكسبونونسيال موان إكس. دابا اش كندير؟ كندير تغيير المتغير، يعني كندير بوضع غرونت إكس هو اكسبونونسيال ناقص إكس. اش يكون عندي؟ لا ليميت ديالي لما إكس كتقول زائد ما لا نهاية ديال اكسبونونسيال إكس ln ديال واحد زائد اكسبونونسيال موان إكس هي غير ليميت لما غرونت إكس كتقول لصفر زائد. علاش؟ حيت لما إكس كتقول زائد ما لا نهاية غرونت إكس تتقول طبيعة الحال صفر زائد ديال ln اللي واحد زائد غرونت إكس على غرونت إكس،
وهذه هي النهاية اللي ذكرتكم بها في البداية. دونك النهاية تنقلب عليها ما هي إلا واحد. الآن نمر إلى المثال الثالث مرة أخرى. يثير الانتباه ديالي الصيغة ديال النهاية اللي خصني نحسبها. علاش؟ حيت في الدرس ديال نهاية الدالة الأسية شفنا بأن النهاية لما إكس كتقول للصفر ديال إكسبونونسيال إكس ناقص واحد على إكس اش كتساوي؟ كتساوي واحد. نحاول إذن هاد النهاية وهاد الصيغة اللي عندي نقربها ما أمكن النهاية كنعرف نحسب. داكوغ؟ إذن اش كنكتب؟ ليميت لما إكس كتقول لصفر زائد ديال إكسبونونسيال غاسين دو إكس ناقص واحد على إكس اش كتساوي؟ دونك هاد غاسين دو إكس موان 1 غندير غاسين دو إكس في المقام. دونك اش كتساوي؟ ليميت لما إكس كتقول لصفر زائد ديال إكسبونونسيال غاسين دو إكس ناقص واحد على طبيعة الحال إكس هي غاسين دو إكس في غاسين دو إكس. دونك نقدر نكتب بحال هكذا. يكون متفقين معايا؟ داكوغ. نضع إذن غرانت إكس هي غاسين دو إكس. اش يولي عندي؟ لا ليميت ديالي اش كتساوي؟ ليميت لما إكس كتقول لصفر زائد ديال إكسبونونسيال غاسين دو إكس ناقص واحد على إكس اش كتساوي؟ هي الليميت لما غرانت إكس حتى هي كتقول لصفر زائد ديال إكسبونونسيال غرانت إكس ناقص واحد على غرانت إكس في واحد على غرانت إكس اللي كتساوي طبيعة الحال كنعرفوا جميع بأن الطرف الأول ليميت تاعو هو واحد، الطرف الثاني بما أن غرانت إكس كتقول لصفر زائد داكوغ فإن 1 سور إكس كيقول 1 سور إكس كيكون هو واحد على صفر زائد، يعني كيقول الزائد ما لا نهاية. دونك يكون عندي هنايا واحد وهنايا زائد ما لا نهاية. طبيعة الحال النهاية تنقلب عليها ما هتكون إلا زائد ما لا نهاية، وبالتالي تنكون جاوبت على السؤال ديالي. متفقين؟ إذا الآن نمر إلى السؤال الرابع. كنلاحظ أول حاجة بأن عندي شكل غير محدد صفر زائد ما لا نهاية. إذا نحاول نطبق التقنيات ديال حساب النهايات. دونك هاد الصيغة تقدر تخلعكم شوية في الأول، ولكن إلا تذكرتوا حساب النهايات اللي فيهم الدوال المثلثية كنذكروا جميع بأن الليميت لما إكس كتقول للصفر ديال سينوس إكس على إكس كتساوي واحد. متفقين؟ دونك غنحاولوا نطبقوا هاد الخاصية هادي. اش عندي؟ عندي الليميت لما إكس كتقول لصفر زائد ديال اش ديال سينوس إكس إكسبونونسيال واحد على إكس اش كتساوي؟ كنضرب في البسط وفي المقام كنضرب في إكس. داكوغ؟ دونك غتكون عندي إكس سينوس إكس على إكس في إكسبونونسيال واحد على إكس. نقدر بطبيعة الحال الإكس الأولاني نحطو حدا إكسبونونسيال ديال واحد على إكس. داكوغ؟ بحال هكذا. متفقين؟ إذا هاد الليميت الأولى هذه سينوس إكس على إكس كنعرف جميع بأنها كتقول لواحد، بينما الثانية ما باينش ليا بزاف ولكن هانتوما تشوفوا. دونك عندي الليميت لما إكس كتقول صفر زائد ديال سينوس إكس على إكس في إكسبونونسيال واحد على إكس على واحد على إكس. علاش درت بحال هكذا؟ علاش؟ حيت واحد على إكس كتقول لزائد ما لا نهاية، وكنعرفوا جميع بأن النهاية لما إكس كتقول لزائد ما لا نهاية ديال إكسبونونسيال إكس على إكس أشنا هي؟ هي زائد ما لا نهاية. دونك بوعد غرانت إكس هو هاد الواحد على إكس هذا اش كيولي عندي؟ كيولي عندي هنايا بعدا النهاية تاع هادي هي واحد والنهاية ديال هاد الطرف هذا هو زائد ما لا نهاية. إذن النهاية اللي كنبحث عليها ما تكون إلا واحد في زائد ما لا نهاية، يعني زائد ما لا نهاية. متفقين؟ إذا كنتمنى أن الفيديو نال الإعجاب تاعكم، في أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى وموعد آخر من فيديوهات مدرسة. شكرا.